يا أهلا بكل الناس اللي بيسمعوا بودكاست الكتابة فكرة، وحلقة جديدة من حلقات سلسلة ليه رمضان، السلسلة الرمضانية اللي بنتكلم فيها عن مسلسلات الموسم الرمضاني الحالي. والنهاردة هنتكلم عن واحد من المسلسلات برضو اللي انتهى عرضها مؤخرا، وهو المسلسل المفضل بالنسبة لي، وهو مسلسل لحظة غضب. لحظة غضب بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، ناردين فرج، علي قاسم، سارة عبد الرحمن، وظهور شرفي لمحمد فراج. مسلسل تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار، الثنائي اللي عملوا نجاح كبير جدا قبل رمضان في مسلسل حالة خاصة. ومهاب طارق من الكتاب الشبان الموهوبين جدا، اللي كتب برضو أو شارك بمعنى أصح في جعفر العمدة السنة اللي فاتت، برضو اللي حقق نجاح كبير. فواضح إن مهاب طارق هيبقى اسم هنركز معاه الفترة اللي جاية، لأنه أعماله كويسة جدا، ومنهم العمل اللي هنتكلم عليه النهاردة، لحظة غضب. لحظة غضب بتدور أحداثه حوالين يمنى، الست المقهورة من جوزها شريف واللي بتعاني من سوء معاملته ليها. وفي يوم عيد ميلادها في لحظة غضب من شريف ومن طريقة كلامه معاها بتضربه فبيموت، وبتلاقي نفسها قدام جثته، وبتلاقي نفسها مضطرة ان هي تخبي جثته وان هي تحاول تخفي جريمتها دي. فهل تعرف تخفي جريمتها ولا لا؟ وهتتعامل مع ده ازاي؟ وهتتعامل مع اهل شريف ازاي؟ وهل اهل شريف هيقدروا يوصلوا للحقيقة ولا لا؟ كل ده بيبان في المسلسل بشكل تدريجي. مسلسل لحظة غضب من المسلسلات المختلفة في موسم رمضان ده. اول حاجة مختلفة في المسلسل ده عن اي مسلسل تاني في رمضان ده هي انه مسلسل جريمة. مفيش مسلسل جريمة في الموسم ده، مسلسل ماشي ان في جريمة حصلت وبنحاول نكشف عنها. في مسلسلات واخده المنهج ده شويه، بس مش بنفس شكل لحظه غضب. لحظه غضب انت عايش مع القاتل وعايش مع محاولات اهل القتيل ان هم يوصلوا للحقيقه، فانت عايش في جو مختلف شويه. فهنا انت مش بتدور على عمل الجريمه، انت هنا بتشوف اللي عمل الجريمه هيعمل ايه علشان يخفي جريمته دي. ده اول اختلاف في المسلسل. الاختلاف الثاني ان المسلسل ده ماشي باسلوب شويه شبه اسلوب المخرج المخضرم ألفريد هيتشكوك. افلام هيتشكوك بتتميز بحاجه مهمه قوي، وهي ان انت في اوقات كتير اللي بيتفرج بيبقى عارف المعلومة، لكن البطل بتاع العمل ما بيبقاش عارف المعلومة، ومن هنا بيجي التشويق. خلينا نوضح الفكرة دي اكتر كده بمثال. يعني خلينا نقول مثلا لو انت بتتفرج على مسلسل البطل بتاعه متهدد بالقتل من صاحبه القريب منه قوي هيموته، فانت بتبقى عارف ان صاحبه هيموته، لكن طبعا البطل ما بيبقاش عارف. فمن هنا بيجي التشويق، ان انت بتبقى عارف الخطر جاي منين، عارف مصدر الخطر. فده كان معمول في مسلسل لحظة غضب بشكل حلو. انت في اوقات كتير بتبقى عارف الخطر اللي جاي ليمنى منين، عارف ان يمنى ممكن تنكشف منين، بس هي ما بتبقاش عارفة. ومن هنا بيجي التشويق، من هنا بيجي ان انت بتتفاعل مع الحدث اكتر، لان انت بقيت مرتبط بالحدث، شايف اللي بيحصل، عارف يمنى ممكن يحصل لها ايه، عارف ان مثلا في حد بيدور ورا الكاميرات لكن هي مش عارفة، فبتبتدي انت تتشد اكتر للموضوع. ودي كانت من اكتر النقط الذكية في الكتابة. وبرضو الكتابة في المسلسل ده يحسب ليها حاجة كويسة جدا، وهي النجاح انه يخلق التوازن في التعاطف مع الشخصيات. بمعنى ايه؟ المسلسل ده انت في اول الحلقات كده او اول حلقة بتتعاطف جدا مع شخصية يمنى، شخصية ست متداسة على وشها، وبتكره شخصية محمد فراج، زوج سيء ما بيعملش حاجة غير انه بيهين مراته او انه يجي عليها. حتى لما لبست فستان حلو واستنت منه حتى يقول لها كلمة حلوة، قال لها الفستان ده مش سنك، فتهورت عليه وراحت ضرباه. طبعا يعني دي رسالة ان اي حد يشوف مراته او خطيبته لابسه لبس حلو ويقول لها بمنتهى الذوق كده انت اللي شكلك حلو النهارده، عشان ما يحصلكش اللي حصل لشريف. المهم بقى نرجع للمسلسل. ان الفكرة في خلق التوازن ده ان انت بعد ما تعاطفت جدا مع يمنى وشفتها قتلت جوزها، انت هنا بتفضل متعاطف معاها وقت طويل، بتفضل وقت طويل جدا عاوز ان هي ما تنكشفش. بس في وقت من الاوقات لما بتبتدي بقى تروح الناحية التانية وتشوف تأثير اختفاء شريف لما هي خافت الجثة على اهله، بتبتدي ان انت تتعاطف مع اهله شوية، لان انت بتشوف مصطفى اخوه اللي هو عامل دور محمد شاهين وهو حزين على اخوه، وهو هيتجنن عشان يلاقي اي طريقة يوصل بيها لمكان اخوه، لانه مش عارف هو عايش ولا ميت. فانت بتتعاطف مع ده. فهنا المسلسل ما خلاكش تاخد صف حد على حساب حد، هو خلاك تبص للموضوع بجانب انساني، هو خلاك تتعامل مع الموضوع بانسانية. ان انت شايف شخص اتقتل، شايف ان الست اللي قتلته دي مظلومة وكل حاجة، بس في نفس الوقت شايف ان اهله اتضروا من موته. يعني هو ما حاولش ان هو يخلي الناس تقول
دي هي عندها حق وبتاع مش عارف ايه، فيبقى الموضوع يشجع ان اي واحده فستانها ما يعجبش جوزها تقوم مموتاه، والا كده مش هنخلص. يعني لو كل واحد ما قالش لمراته كلمه حلوه زمان كل البلد كلها اموات. فالفكره ان هو ما خلاكش تاخد صف ده قوي، وبرده ما خلاكش تروح ان انت تتعاطف مع القتيل، ان انت تقول ايه لا ما هي موتته، ما هي اللي ست وحشه ما. لا، هو برضو انت بتتعاطف مع القتيل علشان خاطر اهله، لان انت بتشوف اللي حصل لاهله والالم اللي اخوه عايش فيه والالم اللي اخته عايشه فيه، بس بالذات اخوه لان هو كان اللي متولي مهمه ان هو يدور على شريف فين، يدور على كل خرم ابره يجيب له معلومه يعرف بيها مكان اخوه. فده كان معمول حلو قوي التوازن ده. وانت لو حسيت في وقت من الاوقات ان انت بتتعاطف مع يمنى شويه ومع مصطفى اخو شريف شويه، فيعني هنيئا لك انت انسان، لان انت كده ما خدت الصف حد، انت حسيت ان هي عندها حق في حاجات وهو عنده حق برضه، فان انت تاخد صف حد على حساب حد ده مش هيبقى صح، لان هو مش مبرر ان هي تقتله، هي مش مبرر ان هي تقتله، هي كانت عامله شخصيه ضعيفه، شخصيه ان واحده متداس عليها لحد ما في الاخر انفجرت. والناحيه الثانيه هو كمصطفى اخو شريف اخو القتيل، هو شايف الجزء الطيب من اخوه، فهو بيحب اخوه، ما ينفعش تقول له ان انت لازم تكره اخوك عشان اخوك بيعامل مراتك وحش، بيعامل مراته وحش. لا، وهو هنا اخوه برضه يعني هو الابقى له، هو الاقرب له، فطبيعي ان هو يحبه. وده بان لما هو اكتشف الحقيقه في الاخر، هو شاف ان هو رغم ان هو كان بيحب يمنى جدا ودايما بيدافع عنها وبيقف في صفها حتى ضد شريف نفسه، لكن لما لقى ان يمنى هي اللي اذت شريف، ساعتها هو ناسي كل ده وافتكر ان شريف اخوه، وان هي في الاول والاخر مرات اخوه. فدي نقطة مهمة، وهي وصلت لي جدا جدا في الحلقة الأخيرة لما الاتنين وقفوا قصاد بعض، مصطفى ويمنى، مش عارف أتعاطف مع مين. يعني أنا مش عارف أتعاطف معاه هو بعد ما شفته بيعيط وحزين على أخوه، ولا أتعاطف معاه هي بعد ما شفتها شريف داس عليها إزاي وعمل وشها جزامة. فدي كانت نقطة حلوة أوي عملها السيناريو. وبرضه من النقط الحلوة ان هو ما عممش نماذج، يعني ما خلاش اللي هو كل الرجالة وحشين او كل الستات طيبين، لا خالص. يعني احنا بنشوف مثلا ان عندنا الشخصيات الرجالة في المسلسل، شفنا شخصيات رجالة سيئة كتير، شفنا طبعا زوج نيرة شخص سيء جدا، شفنا جوز يمنى نفسها، شفنا ستات تانيين بيتكلموا عن اللي بيعملوا اجوازهم معاهم، لكن برضو شفنا شخصيات رجالية كويسة، يمكن أبرزهم طبعا أو أهمهم زي شخصية محمد شاهين، هي شخصية مصطفى، شخصية راجل بيحب مراته جدا، شخصية راجل بيحب عيلته، شخصية راجل يتحط كده على الجرح يبرد، يعني حاجة في منتهى الذوق والأخلاق مع الناس كلها. وده برضو تأسس له بشكل حلو ان هو الكتابة بينت في مشهد في الحلقة الأولى مصطفى ده عامل ازاي مع الموظفين وازاي بيبقى شديد، لكن مع مراته ومع ابنه ومع عيلته فجايب شخصية راجل طبيعي اهو. الناحية التانية مش كل الستات متداس على وشهم زي يمنى وصاحبتها نيرة، هو جاب شخصية هند اللي هي مرات مصطفى، شخصية سيئة، شخصية وحشة، فهنا التعميم ما كانش موجود، ما طلعش ان دول بس حلوين او دول بس وحشين، حصل توازن شوية. حتى هو في الحلقة الأخيرة لما جاب بشكل هزلي كده ستات كتير عاوزة تقتل جوازهم، حط ما بينهم برضو شخصية ست، برضو ست مش كويسة، اللي هو ايه ان ممكن برضو حتى لو واحدة عايزة تقتل جوزها ممكن عشان هي اللي وحشة مش هو، فدي برضو كانت محطوطة، يعني كانت مش باينة قوي بس اللي يركز فيها يلقطها. التوازن ده كان حلو قوي 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 قوي. فأنا بالنسبة لي المسلسل كان ماشي بشكل حلو. لما نتكلم برضو عن حاجة من الحاجات الحلوة في المسلسل وهي صراع الذكاء، الذكاء اللي كان موجود او لعبة الذكاء اللي كانت موجودة ما بين مصطفى وما بين يمنى كانت حلوة قوي، لان انت شفت مصطفى مثلا في الحلقة الاولى برضو وهو بيتعامل بذكاء وراجل بيركز في التفاصيل وبيعرف يلقطها وهي طايرة، وشفت ده في مشهد ليه وهو في الشغل، فكان تم التأسيس للذكاء الخارق اللي عنده، علشان بعد كده لما تلاقيه عمال يمشي ورا الأدلة ويكتشفها دليل ورا دليل لحد ما يوصل للحقيقة، تقول ما ده منطقي، ما هو الراجل من الأول باين ان هو ذكي. فاحنا أسسنا لده في السيناريو حلو. من ناحية تانية بالنسبة لشخصية يمنى، هي شخصية ذكائها عادي مش الذكاء الخارق، فاللي هي يدب تتعامل بأبسط تفكير، لكن اتحطت معاه شخصية نيرة كحد بيساعدها في الذكاء، فهنا عمل توازن ما بين ذكاء مصطفى الكبير وما بين ذكاء يمنى اللي هو مش هنقول محدود، لكن ما بين ذكاء يمنى اللي هو أقل منه، فحط معاه شخصية تساعدها.
فبالتالي هو برضو عمل توازن، ولعبه الذكاء اللي كانت ما بين الطرفين كانت حلوه قوي. ان انت كنت بتشوف ازاي مصطفى بيكتشف دليل، وازاي هم بيقدروا ان هم يخفوا الدليل ده، او ان هم ما يخلوش الدليل ده في الاخر يوصلوا لحاجه. كل ده كان معمول بشكل حلو وكان معمول بشكل ذكي. وده يحسب للمسلسل لانه خلى رتم المسلسل طول الوقت ماشي حلو قوي. طول الوقت انت ماشي رتم المسلسل حلو، طول الوقت انت ماشي رتم المسلسل مشدود. الحلقه الثالثه والرابعه هدينا شويه، لكن بعد كده انت طول الوقت عندك مفاجآت، عندك حاجات بتحصل كل حلقه بتخليك تتفاجئ، بتخليك تحس ان الموضوع مش عارف هينتهي على ايه. يعني في اوقات كتير انا ما كنتش عارف المسلسل ده ممكن يخلص على ايه بصراحه، ودي برضو حاجه تحسب للسيناريو. برضو من مميزات الكتابه وهي كتابه الشخصيات مكتوبه بشكل حلو. تطورها اتعمل بشكل حلو قوي. في حاجه بس في الشخصيات يعني هي سلبيه وحيده، بس دي هقولها ايه في الجزئيه بتاعت السلبيات. لكن الشخصيات بشكل عام مكتوبه حلوه قوي. شخصيه صبا مبارك او اللي هي شخصيه يمنى، تطورها حلو قوي. انت في الاول بتشوفها وهي ست متوتره قلقانه، بتفرك في ايديها، مش عارفه تعمل حاجه، مش عارفه تتصرف. حتى لما قتلت جوزها بقت مش فاهمه تعمل ايه. وبعد كده شفتها مع الوقت ومع توالي الاحداث والمواقف شخصيتها اتطورت واتغيرت ازاي، لحد ما شفتها في الاخر بقت شخصيه مختلفه تماما. وده توظف من خلال طريقه تمثيل سما مبارك طبعا، اللي هي عملت اداء جميل جدا. وتوظف من خلال مشهد، يعني في مشهد كده كان دايما بيحصل في الحلقات الاولانيه، ان شخصيه يمنى دايما لما بتيجي تطلع بعربيتها بتلاقي واحد من الجيران قافل عليها، فبتحاول انها تزق العربيه ما بتعرفش، ففي الاخر بتاخد بعضها وتطلب عربيه تاني وتمشي وتسيب عربيتها. فضلنا نشوف الموقف ده لحد ما في الاواخر شفنا تعاملها اختلف مع الموقف ده. شفناها وهي واقفه لقت ان هو قافل عليها بعربيته، راحت كسرت له المرايه، ولما جه يتخانق معاها قالت له انت اللي بتركن قدامي كل مره وبتقفل عليا، حرك عربيتك. فطبعا هو حرك عربيته وكانت دي رساله او مشهد السيناريو حطه علشان يبين قد ايه شخصيه يمنى اتغيرت من ان هي كانت شخص بيخاف من المواجهه، بيخاف يتكلم، عنده قلق، لشخصيه بتواجه وبتزعق وبتقول اللي عندها وما تخافش من حد. تطور شخصيه يمنى كان حلو، الشخصيات مكتوبه بشكل حلو جدا. نروح بقى لاهم حاجه طبعا في البودكاست ده دايما، وهي رساله المسلسل. رساله المسلسل بتقول ببساطه ان غلطه بسيطه في لحظه غضب ممكن تسبب كارثه تغير لك حياتك. لان احنا لما شفنا ان هي فضلت ساكته 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 في الحلقه الاولانيه، ساكته على حاجات كتير قوي، وفجاه انفجرت. فلما انفجرت بشكل خاطئ، انفجرت بشكل دمر لها حياتها، بغير لها حياتها تماما. فدي حاجه من الحاجات اللي المسلسل كان عاوز يحطها يعني كرساله ليك، ان ما ينفعش ان انت تسيب تستسلم لوضع انت مش مرتاح فيه وقت طويل، لان استسلامك لوقت طويل هيتسبب لك في كارثه في الاخر. وممكن تبقى من احد كوارثه ان انت في لحظه غضب تعمل كارثه تغير لك حياتك، او ان انت استسلامك للحظه غضب اصلا ممكن يدمر لك حياتك. فدي كانت رساله ان انت لازم تتجنب لحظات الغضب، ولازم تتجنب الاستسلام في حياتك. دي كانت الرساله البسيطه اللي المسلسل حاول يحطها. لما نروح بقى للممثلين واداءاتهم، اقول ان الاداءات التمثيليه طبعا من الكل جميله جدا. طبعا يعني اداء صبا مبارك للمره الثانيه باكد ان هو واحد من اجمل الاداءات اللي شفتها رمضان ده. تطور حلو في الشخصيه، تطور الشخصيه مش بس بان في مواقف، لا ده بان كمان في حركتها، في قعدتها. اللي يركز في الحلقات الاولانيه شخصيه يمنى لما كانت بتقعد ظهرها محني وموطيه لقدام وضم ايديها على بعض، لكن في الحلقات الاخرانيه او بالذات في الحلقه الاخيره هي قاعده فرد ظهرها، بتبص بثقه للي قدامها، مش حاسه باي خوف او توتر. ففي فرق واضح، والفرق ده تلمسه بوضوح قوي في اداء صبا مبارك، الاداء الجميل جدا السلس جدا. قصادها الناحيه الثانيه محمد شاهين هايل. طبعا محمد شاهين كده كده من الممثلين المفضلين بالنسبه لي، دايما اداؤه متطور، دايما اداؤه بيجيب منه الاحسن، ما بيقفش عند حته ويقول انا جبت احسن ما عندي، دايما بيجيب الاحلى. فاداؤه كان حلو، الشخصيه اللي عملها حلوه، شخصيه قدر ان هو يخليك في اوقات على قد ما تبقى متعاطف معاه، على قد ما انت في اوقات تانية تبقى خايف منه، وعمل ده حلو قوي قوي قوي. والحقيقه ده برضو يعني يحسب له ويحسب للكتابه، تركيز في التفاصيل. برضو الاداء التمثيلي لناردين فرج وعلي قاسم، الاثنين كانوا هايلين. علي قاسم الاداء بتاعه طبعا يعني علي قاسم من الممثلين المهمين جدا في الجيل الحالي، اداؤه دايما متمكن، عارف هو يوصلك الاحساس بالظبط.
يعني في اول الحلقات هو كان موصل لي احساس ان هو شخصيه عاديه، لكن لما قربنا من الشخصيه دي وعرفناها لقيت ان هي شخصيه تخوف، وقدر برضه يوصل لي ده. ففي الاول هو قدر يخدعني يخليني احس انه شخصيه عاديه، وبعد كده اداني ايحاء ان هو لا، ده شخصيه مرعبه في اوقات كتير. الاداءات التمثيليه في المسلسل ككل حلوه، رغم ان في اوقات كتير في المسلسل ده في كوميديا سودة بتظهر، بس الكل في المسلسل لعبها بشكل حلو قوي. احنا ما لعبناش الكوميديا الهزليه، احنا لعبنا الكوميديا السوداء اللي هي انت تضحك من كتر الموضوع ما هو صادم. وكلهم كممثلين اتحطوا في بعض المواقف دي، وكلهم ادوها بشكل حلو قوي قوي قوي. كلهم عملوها حلو جدا. والاداء الكوميدي في المسلسل لعبد الرحمن محمد عاوز اشيد بيه طبعا. اداء لذيذ جدا، كان مضحك جدا. شخصيته كانت مؤثره في الاحداث، ومش بس كانت مؤثره، هي كمان كانت بتضحك. عمل ثنائيه لذيذه جدا مع محمد شاهين، ضحكتني في اوقات كتير جدا. فهو تحمل مسؤوليه الكوميديا الصرف في المسلسل وعملها بشكل حلو، ما كانتش مقحمه على الاحداث، ما كانتش برضو قلشه منه هو شخصيا ان هو مثلا يبقى الموقف مش مناسب، لا كان بيحطها في وقتها المناسب. فلا، الكوميديا عبد الرحمن محمد اهنيه عليها، كوميديا حلوه قوي قوي قوي. والصراحه انا عجبني اداؤه في المسلسل ده، كان اداء جيد كوميدي. وثنائيته مع محمد شاهين كانت حلوه، بالذات في مشهد في الحلقه الاخيره ضحكني جدا يعني، او في مشهد تاني في عربيه يعني كان المشهد ده بيضحك. انا مش عايز اقوله عشان اللي ما اتفرجش على المسلسل، بس في مشاهد بينهم كتير قوي بتضحك. ده كده كلام بشكل عام عن المسلسل والاحداث والكتابه والشخصيات والرساله. وفي نقطه تاني برضو عاوز اتكلم عليها واشير ليها واشيد بيها، وهي الموسيقى التصويريه. الموسيقى التصويريه عملها كريم جابر الويلي، موسيقى رائعة. يعني دي واحدة من أفضل الموسيقى التصويرية اللي موجودة في رمضان الحالي، ويمكن هي التوب بالنسبة لي. موسيقى حلوة قوي قوي، بتعيشك في المود، ما بتفصلكش. لا، موسيقى مناسبة جدا للأحداث، حلوة جدا جدا بشكل مش طبيعي، وتم استخدامها بشكل حلو جدا. زي ما قلت المسلسل بشكل عام حلو، التصوير الإخراج هايل. مشاهد كتير قدر انه يوصل لي حالة التوتر بشكل حلو. الكتابة مميزة. المسلسل كله على بعضه حلو جدا ويستحق ان انت تتابعه وتشوفه. في بقى نقطة تانية هنتكلم فيها، وهي نقطة السلبيات، وهي مش كتير. يعني خلينا نقول ان اول سلبية هي ان في شخصية ظهرت، برضو كان الهدف منها تخفيف الاجواء، كان الهدف منها الكوميديا، لكن الشخصية دي كانت مقحمة، ما كانتش في مكانها خالص. كانت كل مشاهدها كانت تحسها من مسلسل تاني. يعني كانت المشاهد دي اول ما بتيجي بحس ان انا دخلت في مسلسل تاني، فكانش وجودها موفق خالص، ولو اتشالت مش هتحس بانها اتشالت. في سلبية تاني خاصة بالحلقة الأخيرة، بس مش هتكلم عليها قوي علشان طبعا ما احرقش الأحداث، لكن اللي اتفرج على الحلقة الأخيرة هيفهم أنا قصدي على أنهي سلبية، اللي هي خاصة بمواجهة مصطفى ويمنى. إن نهاية المواجهة كانت غريبة شوية، التصرفات اللي صدرت من يمنى بعد كده كانت غير منطقية شوية. اللي اتفرج على الحلقة الأخيرة هيفهم، فأنا مش هحرق الأحداث. واحدة برضو من السلبيات اللي أزعجتني برضو في المسلسل شوية، هي الاعتماد على فكرة الدجل وفتح المندل ومش عارف ايه والحاجات دي. مش عارف ليه احنا فضلنا كتير قوي في المنطقة دي، فضلنا كتير قوي في الحتة دي عمالين نتكلم فيها، وعمالين انت المفروض تخشي تستحمي في بيتها علشان مش عارف يحصل ايه، هاتي المية دي حط لها في المية بتاعتها عشان هي تقول الحقيقة، هاتوا طفل يتيم اكتبوا على قرطه علشان مش عارف يحصل ايه. مش عارف ليه فضلنا كتير قوي في المنطقة دي. عارف ان الكتابة في الاخر في اخر حلقة حطت مشهد كده علشان تبين ان كل ده دجل، وان كل ده يعني كلام لا يعتد بيه والكلام ده كله. بس برضو يعني الموضوع كان كتير، يعني حسيت ان احنا قعدنا كتير قوي في المشاهد دي، وكان التقليل منها يبقى احسن. يعني دي كانت برضو سلبية من السلبيات اللي ضايقتني في المسلسل. بس هل مع السلبيات دي بقى المسلسل اتأثر؟ اقول لك خالص، المسلسل ما اتأثرش خالص بأي سلبية من السلبيات دي، لان ببساطة شديدة جدا ان المسلسل قدم لك مكافآت كتيرة جدا تشفع له اي سلبية او اي خطأ بسيط. والاخطاء اللي قلتها دي او السلبيات دي حاجات بسيطة جدا، ما تقدرش تنقص من الابداع والحاجات الحلوة الكتير اللي اتعملت في المسلسل. يعني بمعنى اصح، انت زي ما تكون كده ايه، عندك 10 مواد بتذاكرهم، انت جبت في المواد كلها الدرجة النهائية، وجيت بس خيشت شوية في الرسم، فمجموعك ما تأثرش. حاجة عاملة زي كده يعني. فنقدر نقول ان المسلسل ما تأثرش بالكام سلبية اللي قلتهم دول، ما نقصوش من استمتاعي بتجربة المشاهدة. مسلسل ممتع جدا، لازم تتفرجوا عليه، اللي ما اتفرجش عليه لازم يتفرج عليه.
هتستمتع بمسلسل حلو ومسلسل لذيذ، مسلسل فيه غموض، والكليف هانجر اللي موجود في آخر كل حلقة معمول كويس قوي. ده كده كلامي عن المسلسل بشكل عام، لكن المسلسل بشكل عام مسلسل حلو جدا يستحق المتابعة. استنوني في حلقات تانية مع مراجعات تانية لمسلسلات تاني من مسلسلات الموسم الرمضاني الحالي، وسلام عليكم. سلسلة ليه رمضان من بودكاست الكتابة فكرة مع عادل أبو الفضل، براندنج وديزاين أحمد رأفت وروان محمد، وشكر خاص لكارمن السراج ويوسف باسيلي. واستنوني في حلقة تانية من بودكاست الكتابة فكرة وسلسلة ليه رمضان.